اهلا بيكم في واحده من اجدد الحاجات اللي قدمها لنا البي ام اي، وهي مجموعه من البرنسبلز، مجموعه من المبادئ اللي ظهرت مع الاصدار السابع. بس قبل ما نخش فيهم تعالوا نفهم الاول يعني ايه كلمه برنسبلز. برنسبلز ببساطه شديده يعني جايد لاينز فور ديسيجن ميكنج. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني دي حاجات انت بتاخدها في اعتبارك، بحاجات استرشاديه تخليها في دماغك وانت بتاخد اي قرار في اطار المشروع بتاعك. هو ده اللي بيقدمه لنا البي ام اي، مجموعه من الحاجات خلي بالك منها، خليها في دماغك، خدها كقواعد استرشاديه وانت بتاخد اي قرار. طيب تعالوا نبص على برنسبل واحد ورا التاني، ولكن مش هشرحهم بالطريقه التقليديه. انا يهمني دايما واحنا بنتكلم عنهم ان احنا نختار كي وورد. ليه؟ لان ببساطه شديده فعلا البي ام اي المره دي كان اختياره رائع في الالفاظ. البرنسبل الاول be a diligent, respectful and caring steward. حلوين قوي الثلاث كلمات الاولانيين، ديليجنت مجتهد، ريسبكتفول راجل محترم، كيرنج يعني بترعى وبتخلي بالك كويس قوي من الحاجه. بس مش هو ده اللي شددني، اللي شددني هو الكلمه الاخيره ستيورد. يعني ايه ستيورد؟ ستيورد ببساطه شديده في مجال البيزنس يعني وكيل اعمالي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك مش مجرد مدير مشروع، لا يا فندم، حضرتك وكيل عني، وكيل اعمالي. انا كشركه اخترتك، انا توسمت فيك كل الصفات الحلوه اللي تخليني ائتمنك على اداره المشروع دون. فانت بتدير المشروع دون مش ليهم، لا يا فندم، انت بتدير المشروع دون بالنيابه عنهم. وفي فرق شاسع ما بين انك تبقى عامل حاجه كوكيل عن حد بالنيابه عن حد، او ان انت بتعملها علشان حد. وبالتالي لازم تراعي كويس قوي الكلمه دي وانت بتدير المشروع. اي قرار بتاخده انت وكيل اعمالي، فلازم يكون اي قرار بيصب في مصلحتي ومصلحه المشروع. لازم تكون حسبتك واخد بالك كويس قوي فيها من وجودك، ان انت وكيل اعمالي، انت موجود تنوب عني. زي بالظبط المحامي لما بتعين محامي لاني انا اجهل في امور القانون، هو بياخد القرار بالنيابه عني ولمصلحتي. ونفس الحكايه كبروجكت مانجمنت، احنا لما اخترناك بروجكت مانجر للمشروع دون احنا وكلناك، احنا اخترناك كوكيل اعمالنا لثقتنا فيك، ولان احنا مش فاضيين ان احنا نعمل حاجه دي بنفسنا. فخلي بالك في كل قراراتك، كون ستيورد، كون وكيل اعمالنا. اشوفكم في فيديو تاني وبرنسبل تاني.